السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ عندنا تاخير انا عارف، 5 دقايق معلش بقى. طيب تعالى لي بقى كده واعمل شير لللايف ده علشان اللايف ده مهم وكاشف فيه حقائق حلوه وفي حاجات مهمه قوي، وفي برضه حاجات كويسه للمغتربين، وفي حاجه مفاجاه، قنبله لاول مره في الشرق الاوسط. العربيه دي محدش هيعرف يجربها قبل شهر 10، فحتى يعني تضيف لمعلوماتك حتى لو انت ما بتشتريش في الفئه دي. وعايز اقول لك حاجه قبل ما ابتدي اللايف، انا والله العظيم نفسي وامنيه حياتي يبقى في عربيه ب 100,000 جنيه، بس هنعمل ايه يعني؟ تمام. فلازم تبقى عارف ان هوندا سي ار في كمان واحده من العربيات اللي قبل التعويم خالص في اخر 21 كانت وصلت 890,000 جنيه. هي عربيه غاليه، والعربيه دي بتيجي من امريكا، النسخه اللي معانا دي بتيجي من امريكا، مش زي العربيات اللي بتنزل في الخليج اللي بتيجي من تايلاند. تمام. العربيه دي امريكيه، النسخه الامريكيه، فالعربيه بتدفع 67% جمرك، والعربيه غاليه، عربيات هوندا غاليه، يعني عربيات هوندا في فئه ثانيه. فما بالك قبل التعويم الشكل القديم، الجيل القديم خالص كان ب 890,000 جنيه. فهو كويس قوي ان انا اقول لك المفاجاه دي بتبتدي من 1,490,000. وعايز اعرفك ان الشكل القديم لسه موجود في السوق، الجيل القديم خالص يعني. تمام. ده جيل مختلف كليا، جيل عامل ضجه حتى بره، وعليه طلب جامد وعليه حجوزات في امريكا وبتاع. موجود الشكل القديم ب1,900,000 في السوق. تخيل بيبيعوا الشكل القديم ب1,900,000، الشكل القديم كارثه يعني. فخليني اوريك مفاجاه، ولو انت فاكر دلوقتي استعمل شير واحنا بنتكلم كده عشان هيبقى فيه مفاجات حلوه قوي. كمان عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، العربيه دي ما جاتش لوحدها. قبل ما نبتدي كده، العربيه دي جت ومعاها قطع غيارها، ومعاها ضمان 3 سنين او 60,000 كيلو من المستورد هوندا كلاب ايجيبت. خلاص الناس كلها عارفه هوندا كلاب ايجيبت، يعني ناس مستوردين هوندا المشهورين واللي بيخدموا وبيصينوا هوندا وبيجيبوا قطع غيارها. فالعربيه جت دي عربيه قطع الغيار يعني. تمام. والصيانات بتتعمل تحت بيتك، في عربيه تانية موبايل سيرفيس وبتاع، فالموضوع جاي تمام يعني. جميل. فاكرين انتوا الهوندا الاتش ار في جربناها قبل كده، والسيفيك التورنج النسخه الامريكيه الجباره اللي فيها عوامل امان قويه جدا، والهوندا الاكورد لسه الشكل الجديد ما جاش من الهوندا الاكورد. العربيه دي ليها شكل جديد، وطبعا عربيات هوندا المشروع عندهم. احنا دلوقتي في هوندا كلاب ايجيبت او هوندا كار لاونج. بصوا الامارات دي بصوا الامارات دي. اوكي. تعالى بقى ايه، نتفرج على المعجزه، القنبله اللي انا شايف انها اكتر من انها الشكل الجديد والشيب الجديد، اكتر من ان العربيه دي سعرها يعني كاشف للسوق كله الصراحه. تخيل لما سبورتاج النهارده، كيا سبورتاج توصل 1,950,000. سكودا كودياك المنافس الشرس للعربيه دي النهارده 2,800,000 يعني. تمام. انا بقول لك دي العربيه دي مستورده وعليها 67% جمارك، اللي بكلمك عليهم دول مش دافعين جمارك. العربيه دي دافعه 67% جمارك، وبتبتدي من 1,490,000. تخيل. ده الشكل الجديد من السي ار في، الشكل الجديد كليا. دي النسخه الاعلى، دي النسخه الامريكيه. تمام. دي الاي اكس ال اي، النسخه الاعلى، الاول ويل درايف. العربيه دي دفع كلي. حلوت الصراحه، العربيه حلوت يعني، بصراحه حلوت. اوكي. طبعا السي ار في دي، السي ار في طول عمرها حجمها كبير، لدرجه ان العربيه دي لما بتيجي تتوصف او لو لقيتوا التعريف بتاعها هتلاقوا بعض الناس بتصنفها ميد سايز. هي كومباكت، بس بعض الناس كانت بتصنفها وبعض المواقع كانت بتصنفها ميد سايز، متوسطه الحجم يعني. وفي نسخه 7 سيتس من العربيه دي، خد بالك 7 مقاعد من كتر ما العربيه كبيره يعني. تمام. عايز اقول لك بقى ان الجيل ده كمان كبر حوالي 9 سم يعني. العربيه كانت كبيره والجيل ده كمان كبر يعني. تعالوا بقى نفتح العربيه دي هتقعد معانا اسبوع نجربها، وهتبقى اول تجربه حصري في الشرق الاوسط. خامات العربيه اختلفت خالص، مزج ما بين الكربون فايبر والميموري بتاعت الكراسي، الميموري سيتس اهي، الكراسي الكهرباء والقطنيه، دعم القطنيه، الشنطه الكهرباء من هنا او من المفتاح او من ورا، هيل ديسنت اسيست، الاوتو ستارت ستوب اهو، الدرايف مودز اتغيرت خالص، وبقى فيها الدي ان ايه الجديد بتاع هوندا السمبلستي، اللي هو الانتيريور بسيط وشكله شيك كده كلاسيكي يعني. لا حلوه، حلوت الصراحه. الشاحن الوايرلس اهو،
كل بقى الامان اللي عمرك ما هتشوفه هنا، واللي ما بينزلش في النسخ التايلانديه اللي بتنزل في الشرق الاوسط. الادابتيف كروز كنترول، الدرايف اسيست من الجيل الثاني المستوى الثاني، الحارات اللينك كيب اسيست وورنينج واكتف، كل حاجه. العربيه تسوق نفسها لوحدها في الحارات، تظبط نفسها على العربيه اللي قدامها وتهدي لوحدها وتمشي لوحدها. الادابتيف كروز كنترول كل ما يمكن ان تتخيله بقى. طبعا ده دلوقتي ده مجرد تعريف بسيط بالعربيه كده، لكن عايز اقول لك ان احنا لسه هنجرب العربيه دي اسبوع وهنعيش معاها وعلى انستجرام بقى، وهنعمل لك حاجات قويه، وفي الاخر هننزل ريفيو كامل طبعا وراينا في الجيل الجديد. تمام. فرش جلد اهو بالكامل. قصه تانية طبعا. هوندا لما تدخلها في الياباني انت ما تحسش انك انت بصراحه في الياباني وبسطته وفقره المعتاد. لا، هوندا طول عمرها اللي بيعشق الياباني عارف يعني ايه هوندا يعني. تمام. الايزي اكسس اشتغل اهو. الكرسي اول ما دورت العربيه طلع قدام لوحده. العدادات الديجيتال اهي الجديده، وادي الشاشه الجديده. قصه يعني. الفتيس ستيل لسه السي في تي بتاع هوندا. الفتيس السي في تي بتاع هوندا واحد من افضل نواقل الحركه السي في تي بصراحه، رغم ان السي في تي طول عمره كئيب، بس اللي جرب عربيات هوندا عارف انا بقول ايه يعني. والموتور بتاع العربيه دي 190 هورس باور 1500 تربو. تمام. هقول لك بقى على مفاجاه جميله دلوقتي. العربيه دي بتنزل 3 نسخ، هتبدا الحجز عليها في هوندا كلاب ايجيبت 1,490. النسخه اللي بعد كده هتبقى بمليون 790 مليون 890 بيفرقوا. بتزود 100,000 لو انت عايز الاول ويل درايف. تمام. اعلى نسخه اللي معانا دي هتبقى 2 مليون 90، ارخص من الكودياك الدفع الكلي ب 800,000 جنيه او 700,000 جنيه. متخيل؟ بثمن الاسبورتاج اوتوسان في مصر اغلى منهم ب 50,000 جنيه. ده الجيل الجديد كليا اللي بيدفع جمرك 67%. بكلمك عن عربيات تانية معفية جمرك بالكامل يعني. تمام. بص احنا هنفتح الشنطة اهي. في ميزة بقى هقول لك عليها دلوقتي. الشنطة طبعا بحر. شنطة كبيرة جدا. شنطة كبيرة جدا جدا. انت بتتكلم في هوندا. انت عارف يعني ايه هوندا بقى؟ يعني الريلابيلتي، يعني الاعتماديه مع الشياكه مع الحجم مع طول العمر والعيشه، وقطعه الغيار تتحط فيها تقعد 10 سنين يعني انت بتتكلم في هوندا يعني. مع كمان اتحسن الشكل اللي كنا دايما بنقول عليه تقليدي، او اتحسن كتير جدا 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 بصراحه يعني. خط ليد الفوانيس الجديده دي، لا العربيه شكلها حلو قوي. والشبكه الجديده اللي كلها نايت كده لونها اسود البيانو بلاك ده، لا شكلها حلو قوي يعني. طبعا حساسات قدام وورا وبتاع، قصه كبيره يعني. تمام. العربيه المفتاح بتاعها اهو لسه ستيل زي ما هو مفتاح الهوندا. ده مفتاح الشنطه، وده المفتاح اللي بيخليها تدور من بره. ممكن تدور العربيه من بره عشان لو مشغل التكييف قبل ما تنزل او كده. في ميزه بقى مهمه قوي، ميزه مهمه. بص المساحات ورا بحر. بتفكرك بالعربيات الكهرباء. وانا مستغرب جدا ان مفيش نفق فتيس. مفيش نفق فتيس خالص يعني. في 3 يقعدوا ورا وايه بأريحيه تامه. المساحات بحر حرفيا ورا، واسع جدا يعني. تمام. في ميزه بقى جميله جدا هقول لك عليها بقى، خليك معايا عشان تركز وتابع معايا طول الاسبوع ده. انت ممكن تجيب العربيه دي لو انت عايش في امريكا هنا عن طريق هوندا كلاب ايجيبت مغتربين، فهيتخصم من الجمرك بتاعك كمان. يعني انت ممكن تجيب العربيه دي على نظام المغتربين، فدي ميزه حلوه قوي. هم هنا بيستوردوا العربيات دي للمغتربين، فتستلم العربيه في مصر وكمان معاها ضمان 3 سنين ومغتربين يعني. طبعا اللايف ده هيقلب علينا الدنيا يعني، بس احنا لسه هنعيش مع العربيه وطول عمرنا ما بيهمناش اي فرصه علشان في وسط السوق الصعب ده نخلق ثغره او امل كده ان الناس تركب عربيه محترمه ايا كان. والله انا الفئه اللي بتيجي قدامي، انا لو لقيت فعلا عربيه في فئه ال 200,000 جنيه هجري عليها، ما عنديش مشكله خالص. بس للاسف ده بقى صعب، وحتى بقى صعب من قبل التعويم يعني.
فانا اللي بلاقيه قدامي محترم وبيتقدم للناس بشكل محترم بصراحه، يعني بروح عشان اخلق لك فرص او اخلق لك بدائل. تخيل اللي بكلمك عليها دي الشكل القديم منها موجود عند التجار والموزعين بمليون 900، الجيل القديم خالص اللي عفى عليه الزمن يعني تمام. شكرا. وكان معاكم محمود خيري، واحنا النهارده كنا في هوندا كلاب ايجيبت عشان نستلم العربيه ونجربها. عيش معانا بقى التجربه طول الاسبوع الجاي، وهبقى احط لك لينك انستجرام علشان تتابع الستوريز لحد ما ننزل التجربه كامله وتجربه اداء العربيه كامله واستهلاكها للبنزين والاول ويل درايف عامل ايه مع العربيه دي واداء الموتور وكل حاجه والعفشه وكل حاجه. شكرا، سلام عليكم.